وبيبدأ مسلسلنا النهاردة مع حضرة الضابط كوين، وهو يا عيني بيوصل للمستشفى فبيلاقي مراته سوجين ماتت، والواد بقى بيدخل في حالة إعصار وانهيار وأمطار كمان لأنه بيحبها. ومش كده وبس، ده يوم العزا بيبقى متشحتف عليها يا قلب أمه، وبيقول للموجودين أنا مش عارف هقول ايه لبنتي، لا لا لازم أدخل الحمام هموت من العياط. وبسلامته بقى لما بيدخل فجأة بيتحول لواحد شرير، وبيكون فرحان قوي ان سوجين ماتت عشان اخيرا هيورثها. في نفس الوقت ده كان في ضابط زميله اسمه هوانج بيحضر العزا، وبيسمع اتنين كده واقفين على جنب بيقولوا يا بخت كوين لان حماته ماتت من فترة وسابت لبنتها سوجين بوليس التأمين فيها ملايين، وبما ان سوجين هي كمان ماتت يبقى هو الوريث الشرعي ليها. المهم بعدين بيطلع يكمل الجنازة وبيعيش دور الراجل اللي ظهره اتكسر بعد ما حب حياته سابته، عشان بقى تحصل المفاجأة ويلاقي مراته داخلة عليه. يا مصيبتي السودا، عفرتتها دي ولا ايه؟ لا دي طلعت اختها التوأم بطلتنا الكيوتة الكتكوتة جاية، ودي بقى شكلها كده هتطلع البلا الازرق على جتته، واللي اكله وز وز هيطلع عليه بط بط. ليه بقى؟ لان الباش مهندس بيرجع فلاش باك للماضي، وبنكتشف ان هو فضل يسأل ويطقس لحد ما عرف كل حاجة عن جيا، وانها رسامة مشهورة وعندها فلوس كتير، وشكله كده بينمر عليها هي كمان، مش عاتق اي زغلولة عندها فلوس هيخلص عليها وياخد اللي وراها الله ياخده. ده غير بقى بنسمعه وهو قاعد مع عشيقته ميا اللي بتقوله قولي يا روح قلبي انا سمعت ان اخت مراتك التوأم ظهرت، وبصراحة بقى انا بغير. لا ما تخافيش يا بنتي، بصراحة انا برسم عليها هي كمان، وهو زيادة الخير خيرين. والله انت شكلك اتهبلت في مخك، وبعدين انت اللي في القلب ومش هتجوز غيرك يا حتة الجلاشة. اما جيا بقى في الوقت ده كانت بتكلم صاحبتها وعمالين يخططوا ازاي ينتقموا من التعبان كوين اللي فجأة استغفر الله العظيم بتلاقيه واقف فوق دماغها زي الجن الازرق، وبيقول لها مش عيب كده يا اختي تجيبوا في سيرة الناس؟ بس استني، ايه اللوحة الحلوة قوي دي؟ مين بقى اللي في السجن ده؟ انت يا حزين، ده مستقبلك ان شاء الله، لانها ناوية توديك عند عشماوي. وهو طبعا فهم انها رسمه هو، بس البنت اتلجلجت في الكلام وبتقوله لا ما تركزش مع اللوحة، انا اصلي ما بحبش الظلم وقتلين القتلة، واخد لي بالك انت ها؟ فقال لها ايوه والله قلبك طيب، عموما انا بس جيت وحبيت اعرفك ان بنت اختك الست الهانم دي مطلعه عيني من بعد امها ما ماتت، وانا مش عارف اعمل معاها ايه، فيا ريت بقى معلش هتعبك معايا تعدي علينا من وقت للتاني وتشقري عليها واعتبري نفسك خالتها. فقالت له طيب انا عندي حل احسن، ايه رايك اجي اعيش معاكوا في البيت؟ خلي بالكوا كل ده ومايك التليفون مفتوح، وصاحبتها بتقول لها ما تصدقهوش ده كذاب وعامل لك فخ. بس طبعا هو عمل نفسه مش سامعها وضحك في سره، اللي هو لما نشوف مين فينا اللي هيخلص على التاني. هو انت داخل ماتش كورة يا معلم؟ المهم ان هي كمان غلوشت عليه بالكلام، ومن عيوني يا سلام، بكرة الصبح هجيب هدومي وهتلاقيني كبسة على نفسك، اقصد يعني هتلاقيني عندك. فبيقولها استبينا وانا في انتظارك. وبعد ما بيلف وشه وبيمشي صاحبتها بتسألها انتي هتعملي كده فعلا؟ فقالت لها اهدي على الرز لما يسخن، دي حلاوة البدايات واللي جاي احلى من اللي فات. وفعلا في اليوم اللي بعده بنلاقيها وصلت عندهم، بس لما بتسلم على تيا بتلاقي البنت مش بتتكلم خالص، فالبنت بقى تاريها يا عيني مش بتتكلم من حزنها على امها رغم انها لسه عندها 3 سنين. بس بقى كوين بيقول لجاية ما تشغليش بالك بيها، ادخلي انتي خدي الدش بتاعك ورتبي الاوضه اللي هتقعدي فيها. وبعدين بيقرب من بنته وبيمسك القلم وهو بيعمل لها علامه اكس على رسمه امها اللي هي رسماها يعني دي، يعني حتى بنته مش رحمها المفتري، وشكله كده هو اللي موصلها للحاله دي. اما هي بقى بعد ما بتخرج من الحمام فجأة بتلاقي تيا واقفة وراها زي القردة اللي تخوف. ياما انتي بتعملي ايه هنا؟ فالبنت حطت لها الهدوم وسابتها وطلعت، وهي لما لبست الروب وخرجت بتلاقي كوين خاف لما شافها لانها بقت نسخة من مراته سوجين، خصوصا بعد ما لبست لبسها. بالليل بقى بتحلم بكابوس مرعب وبتشوف كوين حابس اختها في مكان ضلمة وبينزل فيها ضرب بالحزام، لحد ما بتصحى من النوم مفزوعة وعلى طول بتلاقي صاحبتها بترن عليها. ايوه يا حبيبتي انا دخلت على السيستم بتاع البيت واتأكدت ان البيت كله مفهوش اي كاميرات مراقبة، شغل عصابات على كبير. فهي بتروح واخدة نفسها وبتطلع بقى تلف في البيت، بعدين بتيجي تايا وبتاخدها المكان كده غريب في البيت،
وبيسمعوا صوت خبط جاي من المخزن اللي تحت، وبتطلع مين بقى؟ ايوه، اختها سوجين طلعت لسه عايشه ما ماتتش، الا فندي حابسها وكل يوم بيضربها ويعذبها زي ما جاية حلمت بيها. فالبنت جريت على اسم الشرطه علشان تبلغ عنه، واول ما دخلت بيشوفها مين؟ هو الضابط هوانغ. ولما بيلاقيها مرعوبة بيفهم هي جاية علشان تبلغ عن كوين، فبسرعة بيلحقها قبل ما تفتح بقها، وبيقرب منها وبيشويش بيقولها اوعي تثقي في اي حد من دول يا بطاية، وبيديها ورق في ايديها. وهي ساعتها اتوترت كده ورجعت في كلامها. واول ما لقيت كوين بيسألها انت جاية هنا ليه، رجليها خبطت في بعضيها وقالت له ها مش عارفة، كنت معدية من هنا بالصدفة، فقلت اطمنك ان تيا بخير. ولفت وشها وفي ثواني هربت من قدامه. واول ما فتحت الورقه اللي اداها هوانج لقيت فيها رقم تليفونه، فاتصلت عليه واتقابلوا هما الاتنين في اول كافيه. وهناك بقى بتسأله ما تقولي يا اخ انت ايه حكايتك بالظبط، وايه اللي يخليني اصدق كلامك؟ فبيقولها علي يا بت واسمعي الكلمتين مني، جوز اختك واصل قوي وهو اللي مسيطر على الاسم كله، ومحدش يقدر يقول تلت التلاتة كام في حقه، يعني كلمته بتمشي على الكل. وعشان يخليها تثق فيه بيحكي لها على موقف كده من الماضي، وان هي انقذته في الطفولة. فقالت له الله يخرب بيتك، هو انت والله وكبرت يا واد وطلع لك شنب بعد ما كنت عيل بتعملها على روحك؟ فقال لها طب لم نفسك بقى وخلينا نتكلم في المفيد، هنعمل ايه مع الشيطان كوين ده؟ فهي بتاخده لمكانها الخاص وبتطلع رسمة خطة، وبتعرفه ان كوين اتجوز اختها من 6 سنين، وده طبعا بعد ما عرف انها متريشة وعندها وثيقة تأمين بالملايين ورثتها من امها، فقالك يخلص من امها الاول، وفعلا حصل. وعلشان يقنع الكل ان حماته ماتت موتة طبيعية حرق جثتها من غير ما يعملوا فحوصات طبية، وبعدها قتل مراته. وبما انه قدر يخلع من الجريمتين فيبقى لازم يعملوا له جريمة تالتة علشان يوقعوه، والتالتة تابتة بقى. بعدها بكام يوم جاية بيكون عندها معرض فني، وهو بسلامته بيروح يحضر المعرض ده، وهناك صاحبتها بتحط قدامه الامر الواقع، مش هتشتري بقى يا فنان اللوحة وخلينا نستفتح كده بدل ما حدش راضي يشتري مننا؟ فهو قبل ما ينطق بكلمة كانوا حطوه قدام الامر الواقع ولبسوه في لوحة غالية جدا. فهو قال في سر وماله بكرة كل ده هيرجعلي. بس هنا بقى هو بيشوف لوحة بتفكره باللحظة اللي قتل فيها حماته، وبيرجع كده للماضي وبنشوفه هو بيطلب منها فلوس علشان يروح يلعب بيها قمار، بس رفضت وكمان طلبت منه يطلق بنتها فقام قتلها. وبعد ما بطلتنا بترجع البيت بتتفق هي واختها على خطة الانتقام اللي هيعملوها. اما في اليوم اللي بعده بقى كانت قاعدة هي وهوانج في امان الله، وفجأة بتلاقي كوين داخل عليهم المطعم، فراحت عايشة معاه لحظة رومانسية. امال هتداري المصيبة السودا دي ازاي؟ وهو لما بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه هنا يا عصافير الحب، نجيب 2 ليمون، بتقوله يا فضيحتي جوز اختي معلش دي مجرد كده لسه حلاوة البدايات. فبيخلي الواد يمشي وبيقعد يقولها خلي بالك منه ده بتاع بنات ومتعدد العلاقات، ومش بعيد يكون عنده 10 عيال دلوقتي غير شرعيين. فقالت له ربنا يخليك ليا يا اخويا يا ناصر الغلابة، اوعدك اني هعمل بكلامك وهخلي بالي من التعبان ده كويس قوي بعد كده. وبعد ما مشيت هو بيبدأ يشك في هوانج وبيأمر رجالته في الاسم يراقبوه كويس. اما هوانج بعد ما بيرجع الشغل بيتفاجئ ان كوين نقله لمكان تاني علشان يخلص منه قبل ما يعملوا نوش، فبيدخل يزعقله وانت ازاي تعمل كده، وليه حاطط نقرك من نقري فوق راس بعض ولا حاجه لا مؤاخذه؟ فرد عليه ببرود ابدا والله يا اخويا انا خايف عليك وعلى مصلحتك، اسمع الكلام وروح سافر الجبل ولا شوف انت رايح فين، خلينا نخلص من قرفك بقى. بس سبحان الله يمهل ولا يهمل الا فنزي بالله مجرم كده ماسكه ونازل فيه ضربه هو ورجالته علشان بيلعب معاهم قمار ومش بيقدر يدفع وعليه ديون كتير. تعالوا بقى نرجع تاني لبطلتنا وهي ماشية في طريق في امان الله، وفجأة بيطلعوا عليها 2 مجرمين وصباح الخير يا جميل القمر رايح فين؟ فبتقوله عند الست مامتك يا حلاوة انت وهو، ومسكت كل واحد فيهم اديتله شقلباز واكشن بقى فاخر من الاخر. وساعتها السيد كوين كان هو اللي جايبهم عشان يمثل ان هو اللي انقذها ويطلع قدامها وحش الوحش يعني، بس ملحقش لانها كانت بتحسبه مجرم زيهم واديتله خبطة تحت الحزام خلته مش هينفع تاني لا طبلة ولا طار. واول بقى ما شافته بتقوله يقطعني ما خدتش بالي، مش تكح كده ولا تقول احم دستوري اهل الدار،
وطبعا هو بيروح معاها وعمال يقول في سره دي طلعت مش سهلة بنت اللذينة هتتعبني شكلها. بس بالليل بقى بنشوفه هو ماسك تاية وبيديها برشام غصب عنها، فراحت اخدت علبة البرشام وغيرتها بحبوب فيتامينات، وادت البرشام الاصلي لصاحبتها تعمل لها عليه تحليل وتعرف لها ده الايه بالظبط، عشان البنت تفاجئها تاني يوم وتقولها ان البرشام ده بيوصل لحالة نفسية زي الزفت خالص. فيا عيني قعدت تعيط وبتقولها يا حبيبتي يا اختي للدرجة دي كنت عايشة في عذاب وانا مش عارفة، عشان تلاقي مفاجأة تانية وهي تاية داخلة عليها وبتاخدها بالحضن وما تخافيش يا خالته انا كويسة. ايه ده يعني طلعت بتتكلم العفريتة بس كانت بتكذب على ابوها. اما هو فبيرجع تاني لعشيقته اللي بتفضل تقوله هتتجوزني امتى يا حمادة، فبيروح مديها اسورة دهب علشان تسكت. بتطلع سجل العيلة وهتضيفني في الدفتر ده امتى يا ميشو، فهو زهق وبيروح خانقها وبيقولها انت بتهدديني يا بنت الحلاق طب استني عليا. فالبنت خافت على نفسها وبدأت تجر ناعم معاه تاني، والغريب انهم بيقضوا سهرة رومانسية لوش الصبح. يخرب بيتك ده كان لسه هيموتك يا حزينة. بعد كده بيرجع تاني لمراته سوجين وهو بيقول لها اسمعي مني قوليلي فين مكان الفلوس بدل ما علقك زي الذبيحة هنا. بتقوله ولا تقدر تعمل حاجة يا سيد واخرك هاته. فقال لها طب وحياة الست مامتك هتجوز اختك وهكسر مناخيرك وهعيش انا وهي في نعيم، بس ده كله بعد ما اخد فلوسك برضو. وبعدها بيبدأ بقى يضرب البنت بالحزام وبيعذبها شويتين يا عيني. وبعد ما بيخرج فسوجين بتبص للكاميرا اللي ركبتها لها جاية وتاريها بقى طلبت منها تستفزه علشان يطلع اوحش ما عنده ويصوروه صوت وصورة ويبقى دليل جامد جمدان يودوه بيه ب60,000 داهية. ده غير كمان لما بيطلع وبيغير القميص البنوتة الصغنونة بتبدله بسرعة بقميص تاني عشان ياخدوا من عليه البصمات وعينات الدم. وفي نص الليل جاية بتراقبه وهو خارج من المكتب، واول ما اطمنت ان هو خلاص مشي راحت تدخل مكتبه عشان تتفاجئ بمين، هو العفريت هوانج. بيقولها رايحة فين يخرب بيتك انا مش هينفع اسيبك. والواد كان شهم بصراحة ودخلوا الاتنين للمكتب ولسه بيفتحوا اللابتوب بتاعه علشان ياخدوا من عليه معلومات توديه في60,000 داهية. بيتفاجئوا ايه ان التليفون بتاعه بيرن. يا نهار اسود يعني ده كده هيرجع تاني. وبسرعة بقى بيستخبوا تحت المكتب وهو فعلا رجع بعد ثواني يدور على تليفونه. المصيبة بقى ان في اوراق بتقع منه على الارض فبيميل يجيبها، بس الحمد لله قبل ما يبص على شماله بيكون تليفونه رن. فبيقوله اخيرا لقيتك بدور عليك من الصبح، وبيخرج في سلام قبل ما يتقفشوا. اما هما بقى فاخيرا بيخرجوا وغصب عنهم بيقعوا كده وقعة ولا بتاعت افلام السيما. فهي بتقوله يا قليل الادب لا والله ما اقصد انت اللي دماغك شمال. فقالت له انا شمال طب تعالى بقى، وهوبا بدأت تتحمرش بيه. ربنا يهدكم هو ده وقته. وبعدين بقى بتمسك الفلاشة وبتقوله اخيرا دي عليها بلاوي كتير رشوة ومخدرات وحاجات ومحتاجات، وبتقرب منه وبتبصله في عيونه كده وبتقوله ولا بجد هو انت يا حمودي بتساعدني كصديق ولا كحبيب؟ قال لها عيب عليكي كأخ طبعا. فضحك كده ولا بضحك معاكي يا هبلة انت عبيطة يا بنتي ولا بتستعبطي؟ ما انت عارفة اني بحبك. وفي اليوم اللي بعده بقى يا فنزاتي الافندي بيكون عامل لها حفلة عيد ميلادها. فبتقوله ايه ده انت طلعت رومانسي وبتحب الورد الاحمر كمان؟ فبيقول لها ايوه وبالمناسبة انا اكتشفت ان الدبدوب ده فيه كاميرا. تفتكري الدبدوب ده ممكن يكون المفتش كرومبو وبيراقبني ولا انت شايفة ايه؟ وراح واخد منها التليفون يقلب فيه فلقى صور ليه بس صور عريانة شوية. طبعا هي كانت قصدها كده علشان ما يقفشهاش وبسرعة قالت له يقطعني انت قفشتني. بص بقى من الاخر كده انا بحبك ومعجبة بيك وحطيت الكاميرا دي علشان اصورك واتفرج عليك، ما تكسفنيش بقى يا حمادة. بس عموما لو زعلان خلاص انا هشيل الكاميرا من الدبدوب. فبيقول لها خلاص مفيش داعي خليها، ولسه هيعترف لها بحبه الكذاب الواطي بيلاقي تليفونه بيرن ويلحق يا فندم في مصيبة في الاسم. وهو بيشرب المقلب وبيمشي وفي نص الطريق بيطلعوا عليه 2 بلطجية من بتوع المجرم تايجر بتاع القمار وبيقولوا له انت وقعت ولا الهوا اللي رماك؟
البيت كبير بعتلك رسالة معانا وبيقولك لو ما دفعتش هنطلع روحك دلوقتي. فهو راح مطلع المسدس ورفعه عليهم. وهتقتلوا مين؟ ده انا ظابط، يلا انت وهو يلا من هنا. وطبعا في الوقت ده كان الثعلب الاستاذ هوانج بيصوره وبعت الصور للعقيد الزغلول الكبير بتاع الاسم اللي بعت استدعى للافندي حضرة الضابط. هو بيقول لحضرتك بتستغل سلطتك ولا ايه يا محترم؟ ايه الصور دي؟ عموما انت مستدعي للتحقيق وسيب سلاحك لحد ما نشوف هنعمل في اهلك ايه. فالواد طبعا بيخرج عامل زي بومب العيد هيفرقع، بس ما يعرفش ان العقيد عمل تليفون وقال لهم حطولي الحيوان ده تحت المراقبة 24 ساعة لحد ما اعرف قراره ايه. وطبعا هو علشان دماغه سم فعرف ان هوانج اللي ورا الموضوع ده، فراح مسك في خناقه وقال له بقى كده انا تصورني؟ طب وحياتك عندي لاعمل معاك الواجب والزيادة دلوقتي. وشد منه المسدس بتاعه وقال ايه هيديله طلقة ويقتله. بس هوانج قدر ياخد المسدس منه وطير صرصور ودانه وقال له ما تستعجلش على رزقك يا شبح، لسه الماتش قدامنا طويل ويانا يا انت يا حالتها. وبعدين بيروح يقابل حبيبته اللي بتفضل تقلب فيه زي الكورونيا وبتقوله انت اتصبت؟ طب اتعورت؟ طب رجلك سليمة؟ فبيقولها خلاص بقى لحد كده انت وصلتي لمنطقة خطر ما ينفعش تشوفيها. وبياخدها في حضنه وبيطمنها ان هو شخص سليم ولا حديد عز بذات نفسه. وفجأة ابو قردان طب عليهم بس هي قدرت تخبي هوانج بسرعة وبتلاقي كوين داخل رابط ودانه كده زي المعزة. فبتقوله مالك يا حزين؟ ايه اللي عورك كده؟ فبيقول لها لا ابدا ما تشغليش بالك، دي خناقه بسيطه كده مع شويه مجرمين اثناء المهمه، بس انا عملته معاهم الصح. امال انت فاكره ايه؟ ده انا واد جامد جدا. بس سيبك بقى من ده، خلينا في المهم، تتجوزيني؟ فقالت له شكلك سخنت. بتقول ايه؟ ها مش سامع حاجه يا بت، بقولك تتجوزيني ونربي العيله الصغيره دي، ما هي بنت اختك وانتي مش غريبه برضك. فقالت له طيب ممكن تديني فرصه افكر؟ فقال لها موافق بس لازم تعرفي ان انا بحبك واوعي تفكري لو للحظه ان انا بستخدمك كبديله لاختك ولا حاجه. وخدي بقى التورتايه دي اتغدي بيها عشان عارف ان انتي جعانه. وبعد ما مشي طلع الاستاذ هوانج من ورا الستاره وبيقول لها المره الجايه بيقولي له يعمل حسابه في 2 عشان انا بحب الحلويات. بالليل بقى العكروتة تيا بتشوف ابوها وهو بيحط لخالتها مخدر في الويسكي. ده انت داخل جهنم راكب بسكليت يا جدع. وعلى العشاء بقى بتديله المفاجأة وبتقول له حمودي انا موافقة اتجوزك زي ما طلبت مني بس ليا شرط صغنن. قال لها انت تأمري يا نن عين حمودي من جوه اللي هو ايه بقى؟ قالت له ابدا، هتبيع البيت ده وتشتري لنا بداله واحد جديد لان ده فيه ذكرياتك الجميله مع اختي الله يرحمها، وانا عايزه يبقى ليا بيت جديد فيه ذكريات خاصه بيا انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت وبس. فقال لها يا ستي وانا موافق استبينا. قالت له لا استنى، في ايه تاني يا بومه؟ قالت له البيت الجديد تكتبه باسمه تيا. فهو فكر مع نفسه شوية وقال وماله يا واد يا كوين، ما هي كده كده انا هبقى الوصي عليها. وراح مديها الرد الجامد جمدان وقال لها موافق برضه. فهي لسه بترفع الكاس راحت تايه خبطها وقعته على الارض. فهو اتعصب وكان لسه هيضرب البنت بس خالتها لحقته وقالت له مش كده دي عيلة، وراحت واخداها على الأوضة جوه وسألتها قوليلي يا حبيبتي انت ليه عملتي كده؟ قالت لها عشان انا شفت بابا الحقير بيحطلك حاجة لونها ابيض كده زي الدقيق في الويسكي. وطبعا هي فهمت انه مخدر وعلى طول بعتت رسالة لهوانج وقالت له فيها انقذني بسرعة. ولما طلعت كانت عارفة ان هو اكيد حطلها مخدر تاني، وطبعا هي ما كانش قدامها حل غير انها تشربه. بس هو اتصرف وخلى حد من اسم الشرطة اتصل عليه وقال له الحق يا فندم في قضية مستعجلة. فطبعا اضطر يسيبها ويمشي علشان بعدها يجي الاستاذ هوانج ولسه الواد بيسألها انتي كويسة؟ راحت فاطة في حضنه زي الارنبة وقالت له ممكن تنقذني وتساعدني يا منقذي؟ فقال لها استني بس انا لسه ولد ولود ما دخلتش دنيا قبل كده. قالت له متقلقش انا هدخلك دنيا تانية مش هتطلع منها ابدا، انت بس سيبلي نفسك خالص. وحصلت قفلة بقى وكرسي في الكلوب. تاني يوم بقى بيروحوا يشتروا الفيلا الجديدة. الله، هما مش كانوا متفقين على بيت يا ساسو؟ ايوه ما هي بتبدأ صغنونة كده وبعدين بتنتهي بحاجات تانية كبيرة قد البلوى ان شاء الله. وهناك بقى كانت مين الوكيل العقاري؟ هي العشيقة مايا اللي اول ما شافته اخدته على جنب وقالت له ده انا هخلي ليلة امك طين، هتتجوزها مش كده يا فلاتي يا بتاع النسوان ومعشمني بالحب، خرمت انا وداني. بيقول لها يا بنتي يا مجنونة هتفضحينا، استهدي بالله، دي متريشة زي اختها، هناخد منها القرشين وهنخلع منها برضو بالطريقة، بس انت اهدي ووطي صوتك وبلاش تعملي لنا فضايح.
بس هو برضه ما يعرفش ان جاية مية من تحت تبن مخها يوزن بلد، وعلى طول عرفت من وقفتهم دي ان في بينهم ليلة كبيرة خالص ولا ليلة العيد الصغنن. وراحت قالت لهم العصافير بيتكلموا على ايه، ممكن تدخلوني في الحوار اديكم رأيي يعني هفيدكم والله. فبيقول لها ابدا، الاستاذة مايا بتبقى الوكيلة العقارية اللي انا بتعامل معاها بشكل مستمر، اوعي تفهميني غلط. فقالت له اخسى عليك يا سيد، ده انت حبيبي من ايام الجيزة. بس القطة بقى شكلها متضايق ليه، بتقول لها ابدا اصلا انا اللي اشتريت له البيت القديم وكان المفروض يعرفني انه هيشتري بيت جديد، وهو نفع واستنفع يعني مش كده ولا ايه؟ فقالت لها لا بقى، ده انتوا كده اللي بينكم مش شغل، انتوا بتلعبوا استغماية من ورانا صح؟ فالواد اتعفرت وقال لها والله ما اعرفها، دي مجرد بس شغل مش اكتر، وانت الحب كله حبيته فيكي. فقالت له اوكي خلاص صدقتك وثبتني. وراحت واخده بقى الاستاذه مايا على جنب وبتقولها على فكره انا عارفاكي كويس من الشقه اللي انتي بتقابليه فيها وبتعيشوا فيها جو الملياطه والمسخره، والشقه دي اصلا كانت بتاعت اختي. فالبنت قعدت تتهته وقالت لها انتي عرفتي كل الحاجات دي منين؟ ما تشغليش بالك، عموما الغويشه اللي في ايديكي دي فالصو يا موكوسه. وراحت مصوراها وبعتت الصوره لمتخصص مجوهرات صديقها، اللي رد عليها في نفس الثانية وقال لها ان الغويشة دي مضروبة ومش اصلية. فقالت لها ها صدقتي؟ عموما امسحي دموعك الحلوة دي، احنا بنات زي بعضينا برضو. اسمعي مني بقى، هو مثل عليك الحب لما انقذك من المصنع ساعة ما كان عندك 17 سنة وسابك وراح اتجوز اختي وفهمك انها جوازة مصلحة علشان الفلوس، ودلوقتي بيعمل معايا نفس الموضوع وانتي لسه قاعدة مستنياه والعمر بيعدي في لحظة. قالت لها ايوه عاوزاني اعمل ايه دلوقتي؟ قلتم على وشي ولا شد في شعري؟ قالت لها لا يا ستي، ولا تعملي كده ولا تعملي كده، انتي تسمعي كلامي ونحط قلبنا على قلب بعض وننتقم منه ونطلع عين امه. فقالت لها يا سلام يا اختي، هو انتي جيتي في جمل؟ موافقة طبعا. وبعد ما الاتنين شربوا المقلب واكلوه الايس كريم بالعيش مضى على عقد الفيلا الجديدة. وفي اخر اليوم بسلامته بيروح يقابل مايا علشان يضحك عليها بسلسلة فالصو زي كل مرة، وهي عشان تتأكد راحت مصورة السلسلة ورفعت صورتها لجاية اللي ردت عليها وقالت لها مش أصلية على فكرة وتمنها يدوب 5 يوان بس. أما هو بقى فكان قاعد جنبها على السرير عمال يقطع في هدومه وجواباته وبيقول لها الظروف والحالة بقت صعبة، ممكن بقى تديني تحويشة عمرك عشان اشتري بيهم البيت واتجوز البنت واقشط فلوسها وبعدين اطلقها واتجوزك انت يا جميل. قالت له منين بس يا سيد، ان شاء الله عدمك لو كان حيلتي يوان. فهو اتجنن ومسك في خناقها وكان هيموتها وقال لها امال وديتي فلوس شغلك فين يا فجرة يا قادرة؟ قالت له امنت مستقبلي واشتريت شقة صغيرة، ولا انت مفكرني هقعد مستنياك تيجي تحن عليا وتقول يلا نتجوز؟ فسابها ومشي ورجع لحبيبته اللي بتقوله انت فين يا حمبودي، انا لقيت واحد خلاص هيشتري الشقة. وبعد ما بيرجع البيت بيلاقيها جايبة المشتري وبتقوله احنا هنسلمك الشقة بعد يومين. فهو طبعا رجليه بتخبط في بعضها عشان مراته اللي لسه محبوسة تحت دي مش هيلحق ينقلها كده، وبيقول لها انت ليه مستعجلة، ما تدينا وقت. فقالت له لا ما ينفعش علشان ندفع فلوس الفيلا الجديدة قبل ما تطير من ايدينا. وبكده ما كانش قدامه حل غير انه يوافق، وفعلا مضى العقد خلاص. وهي بعدها بتروح تفرح اختها اللي ضحكت وقالت لنفسها اخيرا هخرج من هنا، اصبر عليا ده انا هطلع عين اهلك. بعد كده بنشوف هوانج وهو بيقدم مستندات بتثبت تهم كتير جدا على كوين توديه في 60 داهية، وبيقوله حقق لي في التهم دي كلها من تحت الترابيزة كده من غير ما هو يعرف، لحد ما نروح هوب عكشينه مرة واحدة من غير ما هو يحس. اما هو بقى في الوقت ده كان قاعد يبص لصورة حماته وبيقول لها ما تزعليش مني يا ست الكل لان انت السبب، لو ما كنتيش قفشتيني وعرفتي ان انا متجوز بنتك اصلا عشان بوليسة التأمين بتاعتك كان زمان انا وهي لسه عايشين في حب وسعادة وسكر زيادة لحد دلوقتي. وبعدين بقى بيروح واخد سوجين على شط النهر علشان يقتلها ويخلص منها، بس ساعتها قامت ومسكت الحجر ولسه هتنزل بيه على دماغه كان هو مسك المسدس بتاعه وضربها طلقة جت في ودنها، بس بناخد بالنا انها مسكت الرصاصة بعد ما فضيت وفضلت مثبتة عليها. وبعدها الحيوان بيلفها في شوال وبيربطها ايدين ورجلين وفوق وتحت وبيرميها في المية. وتاني يوم بقى بيروح يعمل مفاجأة لجاية في المعرض بتاعها وبدم بارد بيطلب ايديها للجواز على رجل ونص وهو لسه قتل اختها من شوية. بس هنا بقى بتدخل مايا وبتقوله بقى كده يا سونا يا خاين بتتجوزها، امال انا بقى ايه؟ مش كنت بتقولي انا الحب الحب والعشق العشق يا كذاب؟ بيقول لهم لا ما تصدقوهاش يا ناس، دي واحدة بترمي بلاها عليا،
هي اصلا مريضة نفسيا بعد ما كانت هتموت في المصنع وانا اللي انقذتها، ومن يومها متعلقة ومريضة بيا لدرجة الجنون. حتى معايا الدليل اللي بيثبت انها فعلا مريضة نفسيا وكانت بتتعالج في العباسية. فالبنت بقى بتتصدم فيه وبتقوله ما كنتش متوقعة ان قذارتك تبقى كبيرة قوي كده، وبتسيبه وتمشي. اما هو فبيرجع تاني يقدم الخاتم للعسولة جاية اللي بتقوله مستعجل ليه، ده انا حتى عامله لك مفاجأة. وبتشيل الستارة وبتوريله الخطة اللي رسمتها علشان تصطادوا بيها. وبما ان التلفزيون بيصور والصحافة بتكتب، فالفضيحة كانت على القناة الرابعة. وبتقوله انت قتلت امي لما قفشتك وعرفت حياتك القذرة وانك متجوز اختي علشان فلوسها، وبعدين حبستي اختي المسكينة في المستودع وهاتك يا ضرب. وكمان بتجيب له الدليل الصغنن الأستاذة تيا اللي بتقوله أيوة يا بابا أنا شاهدة على كل قذوراتك. والبنت بقى بتطلع البرشام اللي هو كان بيديهولها وبتعترف بكل حاجة، من أول ما كان بيديها البرشام علشان تتخرس وما تعرفش تتكلم على كل بلاويه، لحد ما حبس أمها يا عيني قدامها في المستودع وكان بيضربها كل يوم. بس الحقيقة هو كلمة تعبان كانت قليلة عليه جدا، لأنه بيقرب من جاية وبيقول لها لم الدور أحسنلك بدل ما أقلب الترابيزة فوق دماغ اللي خلفوكي. فبتقوله بس كده وريني آخرك. فبيقول لها طيب اتفرجي عليا وقبلي بقى، وبيقف في النص يصرخ شايفين يا عالم الافتراء بتاعهم جايبين برشام مخدر طبعا تلاقيكي بتهربيه. وفرش لها الملاية وخلى كل العساكر اللي حواليه يشهدوا في صفه ويتكلموا قد ايه هو ظابط محترم وكفاءة. وفي النهاية قال لهم بقى قبضوا عليها بتهمة تهريب المخدرات، بس ما لحقش عشان ساعتها بيدخل الكابتن هوانج وبيقوله يخرب بيتك انت تمثيلك رائع تاخد الأوسكار. عموما الأوراق اللي معايا بتثبت ان انت متهم كبير. فبيقرب منه وبيهدده هو كمان وبيقول له متأكد انك هتقدر تضحي بمستقبلك علشان واحدة ست. وبرضه العساكر بيقفوا في ظهره وبيقبضوا عليهم هما الاتنين. وبيدخل العسكري يقول لها امضي على اعترافك بخط ايدك، وهي ما اعترفتش ولا حاجة، دي كلها تهم هما اللي ملبسينها فيها، لكنها مش بترضى تمضي وبتروح ماسكة الورقة ومقطعاها. ومش كده وبس، دي كمان بتقلع البورنيطة اللي لابساها وبتعمله مفاجأة لأنها بتطلع هي مراته سوجين مش جاية. وشابوه بقى شابوه. وكمان في أقل من ثواني بيجيله الخبر الجامد يا فندم انت مطلوب القبض عليك بأكتر من تهمة، علشان تاني يوم نشوفه لابس البدلة الحمراء ومشرف في المحكمة. وبيبدأ القاضي بقى يديله خد عندك انت متهم بقضية مخدرات ومتهم في قتل مراتك وقتل حماتك وتعذيب الطفلة اللي هي بنتك. بس الحقيقة الواد كان أقسم بالله الشيطان لأنه لابس ماسك البراءة على وشه. واخد له نفسين وقال له لا يا فندم انا مش معايا محامي عشان الحامي ربنا، وانا بقى هدافع عن نفسي. واحب اقولك ان مراتي اصلا اللي هي سوجين ما كنتش حابسها ولا حاجه، لانها من بعد امها ما ماتت هي دخلت في حاله نفسيه صعبه وجالها تروما وعملت لها انفصام في الشخصيه، فاضطريت ادخلها العباسيه. وبعد فتره بقت تهرب وتعمل لي مشاكل وحاولت تقتلني، فما كانش قدامي حل غير اني احبسها في القبو ده واقدم لهم الاوراق اللي بتثبت انها فعلا مريضة نفسيا وكانت بتتعالج. يعني ده ما شاء الله عليه مش بيقول كلام والسلام، ده بأدلة ووثائق متوثقة في الشهر العقاري كمان، لدرجة ان البنت بتدخل في حالة انهيار وبتقوله يا حقير للدرجة دي دماغك سم، مش فاهمة وانت مستنية ايه من واحد حبسك كام سنة. فالطفلة بتقف تقوله ما حصلش يا فندم انا امي طبيعية جدا وابويا هو اللي راجل جبار وكان بيديني برشام مخدر غصب عني. فهو بيحلف لهم انه مش هو وان امها هي اللي عملت كده لانها مريضة وانا ماليش دعوة بالحوار ده. بس هنا بقى جاية بتدخل على الخط وبتفجر القنبلة اللي هتبرد نارنا كلنا، وبتطلع الفيديو اللي صورتهوله وهو بيضرب مراته، وكان ساعتها بيقولها ان هو اللي قتل امهم وبلاوي تانية سودة، وكمان بيقدموا الرصاصة الفاضية اللي حاول يقتل بيها سوجين. والاتنين بقى كانوا اكبر دليل على انه لابس في كل التهم دي. بس هو بيقعد يقول لهم لا الفيديو ده مش قانوني ومفيش موافقة عليه بالتسجيل والتصوير. فطلع الأستاذ هوونج بالموافقة من العقيد على التصوير، يعني الفيديو قانوني قانوني 100%. وأخيرا الإفندي بقى بيلبس في 3 أحكام مختلفة على المخدرات والقتل والحبس والتعذيب وبلاوي تانية أكتر، وكان منهم بقى حكم بالحبس مدى الحياة ورفضه من الخدمة العسكرية ومصادرة كل فلوسه اللي هترجع لمراته وبنته. ويا ظالم جالك يوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم وطين ومنيل ب60 نيل على دماغك يا ظالم.
بعدين بقى بنشوف بجاحته قد ايه عظيمة، لانه بيبعت لمراته سجين وبيفضل يقول لها انا بحبك وندمان، ساعديني وطلعيني من هنا. فهي بتقول له اخصى عليك وعلى الست مامتك، لو كانت ربتك كويس كان بقى عندك مخ شوية. يا ابني اطلعك ايه، ده انت وريتني العذاب الوان، ده انا مستنيه اليوم ده عشان اتشفى فيك. اوعدك هاجي ازورك كل خميس وجمعة عشان ابرد ناري. وسابته ومشيت، وهو فضل يصوت ويهددها انه يقتلها، بس ولا في الدماغ يا حمزاوي، واخد حبس مدى الحياة. وبترجع بعدين هي واختها يحضنوا بعض ويعيطوا ويفتكروا امهم وذكرياتهم المقندلة. ومشهد النهاية بقى بيعملوا فيه مفاجأة لحبيبة قلبنا جاية، وبنلاقي الاستاذ هوانج جايب لها خاتم وبيطلب ايديها للجواز. وبنعرف بقى انهم اتجوزوا وخلفوا، وما شاء الله مالوا البيت قطط صغيرة صبيان وبنات. اما اختها سوجين فكرهت صنف الرجالة كله، وقالت مش عاوزة راجل تاني في حياتي، انا هربي بنتي وبس. وعاشت هي وبنتها كده جنب اختها، وبقوا عيلة جميلة يتجمعوا يوم في الاسبوع. وفي الاخر الخير هو اللي بينتصر، وبيخلص مسلسلنا اللذيذ على كده. بس ما تنسوناش باللايك بتاعكم الحلو، وتصلوا على النبي، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. كمان تشتركوا في قنواتنا التانية، هتلاقوا الروابط بتاعتها موجودة في صندوق الوصف. واشوفكم في ملخص جديد ان شاء الله. سلام.